السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف فيه مع بعض انبهار مذيعتين في التلفزيون. كانوا مستضيفين سيدة جزائرية وزوجها التركي. صدفة فريدة أسست لزواج فتاة جزائرية برجل تركي. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. الصدفة خير من ألف ميعاد، هكذا سمعنا دوما وقلنا في بعض الأحيان. فكيف لو كانت هذه الصدفة هي من جمعت بين اثنين من بلدين وثقافتين مختلفتين؟ اليوم أصدقائي سيكون لدينا حديث شيق وقصة ممتعة جدا حول صدفة جمعت السيدة فتحية حجاج، وهي صحفية جزائرية كانت سائحة في اسطنبول، وزوجها التقت به زوجها التركي السيد ميفليت. كيف تقاطعت الثقافات يا ترى واندمجت في هذه العائلة تحديدا؟ دعونا نتعرف على القصة كاملة معهما. أهلا وسهلا. هوش كيلدنس. أهلا وسهلا بكما. السيدة فتيحة حجاج أعتقد. أهلا وسهلا بكما. طيب دعينا نبدأ من السيدة فتيحة وتحدثينا عن قصة التعارف. كثير من الناس عم تتشوق، كيف حدثت هذه القصة؟ هي في بداية الأمر ونهايته قسمة ونصيب. أنا عام 2019 جيت هنا سائحة إلى اسطنبول. ربما بقي لي يومين أو ثلاثة وأعاود المسير إلى الجزائر، تنتهي رحلتي إلى الجزائر. في تلك اليومين التقيت بالسيد ميفلوت الذي هو الآن زوجي. ربما الحوار لم يكن إلا بلغة الإشارة، في بعض الأحيان بترجمة جوجل، لكن نيته سبقت الحوار، سبقت اللغة، سبقت كل شيء. نيته الصادقة في أن يرتبط بي حقا سبقت كل شيء. فكان النصيب. كيف عرض عليك الزواج؟ كيف تحدث مباشرة؟ والله مباشرة. هنا مباشرة قلت له ربما أقبل ربما لا، لأنه فرق في العادات، فرق في التقاليد، فرق في المجتمع، في الثقافة. أهلي الأكيد أنهم لن يقبلون، ربما أهلك أيضا لن يقبلون، بهذه الصفة العجالية، بهذه العجلة. يلتقي اثنان ويقرران الزواج، أمر صعب. نعم. ويحتاج الكثير من الشجاعة نعم. دعني أسأله، سأسأله لميفليت، لأنه عرض الزواج طبعا من الرجل يبدأ. Söylüyor ki siz ona evlenmek istediğiniz, nasıl evlenmek istediğiniz, siz hiçbir dil bilmiyorsunuz, nasıl o nasıl oldu? Nasip, biz zaten ilk önce adres karışıklığıyla benim otobüsüme bindi. Ben onu yanlış götürdüm, yanlış bir yerde indirdim, tekrar bugün zarfı içinde. Bir gün sonra biz Eminönü'nde tekrar karşılaştık. Bir daha denk geldik. Ben o denk geldikten sonra dedim ki bunda bir keramet var, Allah yolluyor bana nasibimi. Ben bir şekilde bununla konuşmam lazım ama nasıl konuşacağım? Hiçbir dil yok. Nasıl diyeyim, belki bir his, belki bir Mevla'nın verdiği, bir Rabbimin verdiği bir kuvvet. Gittim arkasından dokundum. Hatta benden ilk önce bir ürktü. Ne isteyeceğime karşı korktu. Ne diyecek bu insan bana diye. Vücut diliyle sadece telefonunu istedim. Telefon numarasını yapmadı, çok zorlamadı. Belki de numarayı vereyim kurtulayım gitsin diye belki numarayı verdi. Numarayı verdikten sonra otelde onun Cezayir numarası olduğu için WhatsApp aktifleşti internete bağlandıktan sonra. Ben o arada bir çeviri programından Türkçe yazıp Arapçaya çevirip Arapçaya gönderdim ona. Öyle bir konuşma başladı. İlk konuşma bu başladı. Tabii. Neydi cümle؟ nasılsın diye yolladım. طيب خلينا نحكي. هو طبعا حكت هون السيدة فتيحة انه حكت كيف هو حاول انه يعرض الزواج عليها، فهو حكى لي انه ممكن تكون ما في لغة للتواصل فيما بينهم، فهو كانت ماشية هي، فاجا وراها في احساس غريب هو حس فيه انه هو عباله يتعرف عليها ويعرض الزواج عليها، فقرب عليها وبس بطريقة غريبة جدا. طبعا بلغة الجسد طلب منها التليفون، فطلب منها رقم التليفون فهي اعطته اياه. فبعدين هو عبر جوجل بعث له اول كلمه كيف الحال وما الى ذلك. وهون لابد نشير انه هو ايضا يعمل في بشوفير في بلديه باص، فهو طلعت معه كم مره خلال هذا الباص، والصدفه جمعتهم عده مرات لحتى التقوا، لحتى هو صار في جذب خلينا نقول او كهرباء فيما بينهما. جميل جدا. كيف كان رد فعلك اول ما اجت الرساله منه عبر الهاتف؟
يعني الحقيقة أنه هو لما طلب الرقم قلت أنا بقى لي يعني شي يومين 3 ماكسيموم يعني هنا في إسطنبول، ربما أحتاج يعني الخط هذا كيف أذهب إلى هذا المكان، كيف أذهب. حينما أذهب إلى الجزائر ينتهي كل شيء عادي يعني. يعني ربما من جانب الاحتياج، احتياج أنه محتاجة لأحد يساعدك يعني في بلد غريب. في بلد غريب، نعم. أرسل لي أعطيته رقمي، أرسل لي كيف حالك أوهك، أريد لقاءك. قلت له نعم، الآن سأذهب أصلي العشاء في مسجد الفاتح، هناك نلتقي في مسجد الفاتح يعني في صلاة العشاء في الليل. قال لي تمام، يعني أنا أنتهي في ذلك الوقت سنلتقي هناك. التقينا هناك في مسجد الفاتح، عرض علي الزواج، لكن لا أنا لم أفهم لأنه في كيف كانت الحركات؟ لم أفهم فعلا، لم أفهم في ذلك الوقت، لم أفهم شيء. ثم واحد عربي أنهى الصلاة، قلت له أنت عربي تفهم التركية يعني؟ قال لي نعم. قلت له ماذا يقول يعني، ماذا يريد؟ قال لي هو يريد الزواج منك. نظرت إليه يعني كيف يعني مباشرة نتزوج يعني منطقيا غير مقبول يعني. ثم صار بيننا أخذ ورد. انترنت غير موجود، أنا ما عنديش انترنت يعني على برا. ثم صار بيننا نقاش ثلاثتنا يعني ذلك العربي مع مترجم غريب، رجل غريب ومترجم غريب. مترجم غريب في عرض الزواج وأنا غريبة في وطن غريب، يعني كل شيء اجتمع في تلك الغربة. ثم يعني رويدا بدأت أفهم يعني، لكن الحس سبق كل شيء. يعني أحسست بنيته الصادقة، نيته كانت جدا طيبة، أحسست ذلك. يعني ربما هنا في هذه أفتح قوسين في العلاقات التي يسطرها الله سبحانه وتعالى، اللغة لا تهم بقدر ما تهم النية، بقدر ما تكون النية طيبة وصادقة. أنا أوقف معاكي هنا شوي صراحة في موضوع اللغة لا تهم، هاي بدها قاعدة، لأن اللغة نقطة جدا مهمة لموضوع التواصل ما بين الأشخاص فعلا. خصوصا في العلاقات اللي فيها حب وزواج وما إلى ذلك. خبرونا أنت حتى هذه اللحظة ما بتفهمي تركي بشكل جيد وهو ما بيفهم عربي، بس تزوجتوا طبعا ومشيت الامور وما شاء الله حضرتك حامل الان، لكن خبرينا كيف برضه التفاهم بصير؟ يعني احيانا في ابسط الامور احنا محتاجين نحكي في البيت، كيف عم تحكوا؟ بكل لغات العالم الا اللغه التركيه واللغه العربيه نتفاهم. كيف يعني؟ خبرينا، تحدثوا الان مثلا حينما قدم هو واهله الى الجزائر، اهله لا يعرفون الجزائر اصلا ولا يعرفون اللغه العربيه ولا يعرفون يعني الى اي وجهه هم ذاهبون. يعني حينما اتوا الينا مجرد الابتسامات، اهلي يبتسمون وهم يبتسمون. مكثوا عندنا 10 أيام بالجزائر، كلها ابتسامات متبادلة. يعني تزوجنا يعني بعدين بشهرين نحن تزوجنا. أمر واقع مجبور أني نتعلم اللغة التركية، لأني حاليا أنا التي يجب علي أن أتعلم ليس هو. لأنك في البلد ذاته، أنا في البلد ذاتي أحتاج إلى اللغة التركية. صحيح. من خلال السماع، من خلال التلفزيون، من خلال الانترنت، من خلال اللقاءات العائلية بيني وبين عائلته، بيني وبينه، حتى أنه عائلته تقول أنه لغته التركية حاليا فقدت نوعا ما الإتقان، لأنه يحاول أن يبسط الكلمات لي، يحاول أن يبسط المعنى لي، وبالتالي لغته اليومية أصبحت ركيكة نوعا ما ليوصل لك الفكرة. نعم. طيب دعوني أسأل عن الثقافة التركية فعليا. سأسأل السؤال بالعربي لأترجمه. سيزا شبيرجان بن شمدي سوري. فعليا يعني البلد التركي رغم أنه منفتح للعالم وسياحي، لكنه متمسك بعاداته إن صح التعبير، ومتمسك بتقاليده وما إلى ذلك. سأسألك هنا عن كيف تقبلت فكرة أن تتزوج من ثقافة أخرى وعرضت عليها الزواج بهذه السرعة. Ben size soracağım şimdi.
Yani Türkiye normalde aslında yani herkes buraya geliyor, kültürleri falan açık ama aynı anda da yani mesela çok kültürlere çok bağlı aslında Türkler, adetler, kültürler Evet, falan. genel Yani olarak genel öyle. olarak böyle ama siz nasıl gördünüz mesela başka kültür evlenmek zor gelmedi mi? O kadar hızlı böyle bir hislere Şöyle karşı söyleyeyim, evlenmek yani istediniz. Bizim evliliğimiz o kadar hızlı oldu ki. Yani çok fazla kültüre zaman ayıracak vaktimiz olmadı. Yani O kadar hani hisler hızlı gitti yani. çok hızlı zaman. Yani biz 2 gün içinde tanıştık, 2 ay içinde evlendik. Yani toplam sürecimiz benim Cezayir'e gidip geriye gelmem, onları yani bizim adetlerimize göre istedik orada. İşte normal işte borça götürdük, bir şeyler yaptık. Yani bizim adetlerimize uygun olsun diye biz öyle istedik. Ve 10 gün orada kaldık. Tekrar buraya geldik. Fetih ailesiyle buraya geldi. Burada nikah yapıldı. Yani bu hani çok hızlı olduğu için hani Fetiha ile ben ne konuda anlaşamam. Hani biz yemekte mi sıkıntı yaşarız, konuşma hiç bunları düşünmedik. Biz evlendikten sonra içeride yani hani aynı evin içinde paylaşmaya başladık. bir şey vereyim önce devam edeceğim. فعليا هو عم يقول يعني من كثر ما كانت سريعه القصه بيناتهم والحب كان سريع فهو ما فكر بالعادات ابدا والتقاليد الاخرى. بالضبط التوفيق والسداد في هذه العلاقة وأن يتمها لكم على خير بإذن الله. شكرا آمين. جزيلا السيدة فتيحة حجاج من الجزائر وأيضا السيد مافلت من تركيا. فيديو جميل ورائع، اتمنى يكون عجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.